طبعا احنا عارفين ان الجيش المصري بيحمينا وبيحمي البلد وبيحمي الارض، وكل واحد في بيته بيبقى نايم مرتاح ومطمن، علشان طبعا رجالتنا اللي واقفين على الحدود احنا بنحييهم، بيدافعوا عننا وبيدافعوا عن الارض وبيحمونا وبيضحوا بحياتهم علشان خاطر الارض وخاطر ان احنا يحافظوا عليها، خاطر ان احنا نفضل في اطمئنان وفي سكينه. وطبعا احنا بنشكر رجالتنا الشجعان، رجاله الجيش المصري، وطبعا رجاله الشرطه لدورهم المهم الفعال طبعا في حمايتنا وفي امننا وفي السيطره على اي شر يدخل البلد. دايما عاملين كنترول، واقفين على الحدود وبيدافعوا عننا وبيضحوا بحياتهم فدى الوطن، وربنا يحميهم ويحرسهم. طبعا كنا عايزين نبدأ بالفقرة النهاردة. كنت عايز تفضل، كنت عايز تقول ايه؟ هو طبعا الجيش المصري جيش من أقدم جيوش المنطقة العربية وفي أفريقية، والحقيقة هو من أقواهم. والحقيقة يعني بفضل ربنا يعني لولا الجيش المصري ده كان زمان مصر في حتة تاني خالص زي الدول المجاورة. ربنا يعيد السلام ليها تاني، زي طبعا. السودان وليبيا وفلسطين. ربنا يعيد السلام للدول دي كلها. طبعا بس هو الجيش قوي الحمد لله بسبب ويعني. جيشنا القوي طبعا. وطبعا هو مؤسسة وطنية طول عمرها يعني بتحب مصر وبتحب المصريين، وعمرها ما فرطت في شبر واحد من أرض مصر ولا حتى حبة تراب. والدليل على صحة كلامي رئيس حسني مبارك لما راح جاب لنا طابة في الثمانينات، ورئيس السيسي لما حمى مصر من الأجندة الخارجية كانت هتقسم مصر. طبعا هو ليه فضل كبير على المصريين والمصريين كلهم بيحبوه. يعني الميزة في الشعب المصري، هو الشعب الوحيد اللي في المنطقة فاهم قيمة جيشه، وعارف يعني ايه الجيش المصري، وفاهم يعني ايه المعدات اللي عنده. فهو جيش قوي الحمد لله. والشرطه المصريه برضه زي ما حضرتك ذكرتي شرطه وطنيه بتقدم المجهود بتاعها وبتقوم بالدور بتاعها على اجمل وجه في حفظ المجتمع وفي حفظ الامن بتاع المجتمع. والناس الوحيدين اللي بيتضايقوا من ادائهم في الشارع هم المجرمين او الخارجين عن القانون. طبعا. يعني هو 70% متضايق من ادائهم ومتضايق ان هو يقول لك فين بطاقتك وبتاع. هو بيطبق الامن عشان يحميني ويحمي حضرتك ويحمي كل مواطن شريف ماشي على ارض مصر. وطبعا القضاء المصري قضاء يعني قضاء باسل يعني، وقضاء عظيم، وقضاء بيحقق عدالة على ارض الواقع. وطبعا فوق المؤسسات الوطنيه دي كلها هي مؤسسه الازهر ومؤسسه الكنيسه، هي بتامن الناس وهي بتعلمهم الثقافه التعليميه والثقافه الدينيه، وبتعلمهم حتى الامانه، وبتعلمهم ازاي يتعاملوا مع بعض. وربنا يجيب الخير.